أشهد أن الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم قائد الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام، وإن توفيتنا فتوفنا على كامل الإيمان، واقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم آمين. حديثنا اليوم عن الأمل يؤدي إلى العمل. لا بد في دنياك أن تعيش بالأمل، وإلا لو انقطع الأمل منك اعلم أنك انقطعت عن الدنيا. سيدنا يوسف لما غاب عن أبيه سيدنا يعقوب كان عنده أمل إليه، وكان يأمر أبناءه بالبحث عن يوسف، ولكن أبناءه يعلمون تمام العلم أن يوسف أصبح في ظل الغياب ميت. ده بقاله سنين ما حدش يعرف عنه خبر. فسيدنا يعقوب يقول له: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اوعى تيأس يوم القيامه، اوعى تصاب باليأس، لأن اليأس موت والأمل حياة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه بعدما صلوا العصر، فأمسك السواك وهم قاعدين على الأرض، وجه على الرمل كده ورسم رسم، عمل دايرة بالسواك على الرمل. أظن الصورة قدامك كأن النبي بيعملها، قاعد والصحابه متلفين حواليه، فمسك السواك وعمل دايره على الارض، رسمها كده وخطط الدائره 3 خط 2 3، ولكن الخط الاخير خلاه خارج عن الدائره. قال لهم: شايفين انا عملت ايه؟ قالوا: شايفين يا رسول الله. قال لهم: عملت ايه؟ قالوا له: انت رسمت دايره وخطيت فيها كم خط؟ 3 خطوط، ولكن الخط الاخير خليته خارج الدايره بعيد، طولته يعني. قال لهم: تعالوا بقى انا بسمي لكم اللي انا عملته، الرسمه اللي انا رسمتها كده. الدايره هي الحياه، حياه بنت. والخط الاولاني اللي فيها ابن ادم، والخط الثاني مباشره اجل ابن ادم، والخط الثالث الاخير امل ابن ادم اللي هو خارج بره الدايره. قال له: فهمتوا اللي انا عملته؟ الله فهمت. انت عملت زي وقلت هي الدنيا الحياه. الخط الاولاني امل ابن ادم، والخط الثاني اجل، والخط الثالث اللي خارج بره الدايره ايه؟ الامل بتاعك. قال لهم: تعالوا بقى بره اشرح لكم يعني. لا يدرك ابن ادم وهو داخل الدنيا كده امله الا وياتيه ابدا. قدامك طول عمرك وانت عايش بالامل. شوف الامل طويل. زي الواحد وهو عنده 60 او 70 سنه ومرض الموت، يبقى نفسه ايه يا جماعه؟ نفسه يتجوز. يا اخوان خلاص، ده انت بعد 70 سنه بقى انت اصبحت على الارض غير عايز تتجوز ايه؟ يقول لك لا اتجوز يمكن ربنا يكرمني بايه؟ ايه بعد 70 سنه عنده امل وانت الاخر عندك امل، بس خد بالك بعد ما تصلي على رسول الله.
والله لو احسنوا الظن بالله لاحسنوا ايه بقى؟ ما يقول لك ربنا هيرزقنا وقاعدين بظن بربنا، ايوه ربنا هيرزقنا، بس لو احسنوا الظن لاحسنوا ايه؟ اديسون اللي هو طالع المصباح الكهربي اللي احنا قاعدين نشوف المصباح ده هو منور ده، واحد اسمه اديسون هو اللي اخترع المصباح. اديسون ده هو لما راح وداه المدرسه من اول 3 شهور مدير المدرسه والمدرسين قالوا الواد ده يطلع من المدرسه ده ما بيفهمش. ليه؟ كل ما المدرس يقول كلمه كان يسال سؤال، وابنك لما يسال كتير يعرف ان هو ايه؟ غبي ولا ذكي؟ ده ذكي مخه حاجات عايز اجابات عليه، فالمدرسين مش عارفين يجاوبوا عليه، فقالوا الواد فاشل خدوه خطر. امه مؤمنه ان هو ابنها ايه بقى؟ ذكي، فخدت ابنها وابتدت تعلمه بره المدرسه. وفي يوم من الايام تعبت، فلما تعبت راحوا للدكتور. الدكتور كان الوقت بالليل، قال لهم مش هقدر اكشف عليها لان الليل قتل وما كانش فيه كهرباء ولا فيه نور، قال لهم مش هعرف اكشف على الصبح. فأديسون ابتدى يعمل ايه يا جماعه؟ يفكر ازاي يصنع حاجه تنور في الليل، وبالفعل ابتدى يفكر انه يصنع مصباح كهرباء. انت عارف حاول كم مره؟ حاول 99 مره ويفشل. المره الاولى، الثانيه، ال10، ال20، ال30، ال40، لحد ما وصل 99 وهو يفشل. وفي المره ال100 المصباح عمل يا جماعه نور، وهو السبب الرئيسي في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ليه؟ لان كان عنده ايه بقى؟ ممكن من مره 2 10 يقول لا مفيش فايده عندي سبب من المولد، ولكن كان عنده امل، حاول مره واثنين و100 لحد ما وصل وعمل لنا المصباح. كان عنده ايه يا جماعه؟ كان عنده امل. وانا عايزك تعيش في الدنيا وانت عندك ايه بقى؟ نفس الامل. ناس كتير جدا يقول لك هو معقول هو بعد الغدا ده هنتجوز؟ هو في حد يعرف يعمل شقه؟ هو في حد يعرف ينافس؟ ايوه، بس لازم يبقى عندك ايه؟ عندك امل وطموح. لو انقطع الامل مننا هنموت. فلازم مع الحاله الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها يبقى عندنا ايه يا جماعه؟ عندك امل ان يبقى عندك فيلم ويبقى عندك عربيه وتبقى انسان مهم في المجتمع وانسان له قيمه. بس كل دوت يا جماعه ما تيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. لا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا ايه؟ الا القوم. سيدنا عمرو بن جموح صحابي جليل من صحابه النبي تبعنا، وكان شديد العرض. لما يجي يمشي كده لازم ننزل كده يوم. فدخل الاسلام كان عنده 6 رجاله اولاد. ففي غزوه احد سيدنا عمرو بن جموح ولاده قالوا له يابا احنا هنروح نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا رجاله. خلى عندكم قالوا وصلوا على النبي. ان شاء الله نتقدم اي واحد قدام ساعه. تقدم إن قيل له تفسحوا في المجالس. عمرو بن جموح راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولاده 6 قالوا له يابا انت تقعد في الطار؟ طبعا مش هتقدر تجري ولا تفر ولا تكون ولا تعمل حاجه، واحنا ال6 هنطلع بيها. قال لهم يا اولاد الجنه اولاد، انا عندي امل انما اروح اجاهد مع النبي. قالوا لي ما انتش قادر، احنا اعصرناك واحنا هنرجع وانت تنك قاعد تماشي في ايه الاطيان وتماشي الماشيه والجمال. ما انت هتشتغل برضه بس هتشتغل في البيت، ولكن الجنه ممكن حد يفرط فيها البلد ابدا. فخرج سيدنا عمرو بن جموح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عياله. شوف اي راجل دلوقتي لما بيروح يشتكي عياله بيشتكي عياله ليه؟ لانهم ما طلبش فيهم التربيه، لانهم طلعوا ناس 60 في 70 ما بيحنوش على مين؟ على طول ما بيقتلونيش يا رسول الله ولا بيسالوا عنه ولا بيصرفوا عليا. لا، ده دوت راجل يشتكي ايه بقى؟ ان ولاده عايزين يحافظوا عليه ويطلعوا جهد بداله. شوف الشكوى بتاعت امبارح والشكوى بتاعت النهارده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بص له قال له يا رب ان الله اعظم وقال في القران ليس على الاعرج. يعني انت ما
فجعلك مع الأعمى ومع المريض، فأنت معذور. فبص للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا عشان أعرف تمنعني من الجهاد؟ والله يا رسول الله إنني أريد أن أرى الجنة بعرفتها فيها. يا رسول الله، هم مش أحسن مني الناس أصحابه، أنا راجل صاحب عاهة، بس عندي إيه؟ عندي أمل، عندي أمل إن أنا أطلع الشهادة وأخش الجنة وأعرف الجنة، مش عايز أعرف في الدنيا بس. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بص لأولاده وقال: أيها الأولاد دعوه، عم الله يرزقه الشهادة. عنده يا جماعة أمل، عايز الجنة، أمل موت. إنما إحنا دلوقتي ما عادش عندنا أمل في أي حاجة. دخل سيدنا عمرو بن الجموح المعركة، فالنبي قال: أنت هتعمل إيه بقى؟ سلاح ما تحركش، سهم مش عارف تقول. قال له: أحمل الراية يا رسول الله. أنا أشد، أنا بكيف نفسي على إيه يا جماعة؟ على العهد بتاعي، أنا أشيل الراية. وحمل الراية اللي مكتوب عليها إيه بقى؟ لا إله إلا الله محمد. أنت عارف إن نعمة الراية هو يعتبر إيه؟ أعظم واحد في الجهاد، هو اللي شايل الراية. وحمل سيدنا عمرو بن الجموح الراية، ولكنه صدق الله فصدقه الله، فجاءه سهم فوقع شهيدا. لا الشهادة في سبيل الله. وهم بيتفقدوا الموت كده والشهداء، سيدنا النبي شاف عمرو بن الجموح وهو ايه بقى؟ نايم والسهم في قلبه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله، صدق الله فصدقه الله، والذي بعثني بالحق إنني أراه الآن في الجنة، يقر الجنة بعرفته، ولكن الله سلم آله. مفيش حد يخش الجنة أعمى ولا عيان ولا إيه ولا أعرف. أصحاب العهاد اللي صبروا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة، وما عادش حد هيبقى يا رجالة هيبقى أعرج ولا حد أعمى ولا حد عيان ولا حد مريض. فاز عمرو بن الجموح لأن كان عنده إيه بقى؟ أمل وعنده طموح. اذكر الله يا رب. اللهم ارحمنا فإنك بنا الرحيم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا القادر والضمير المقادير، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير ونفس. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما زال الحديث موصولا بنا عن أمل أجل العمل. الحاكم المنصور يعتبر أمير من أمراء الإسلام، كلنا نسمع عنه. كان أميرا ورئيسا على الأندلس. الحاكم المنصور ده هو أول ما بدأ حياته بدأ حمال. حمال يعني إيه؟ يشيل على الجمل يودي من بلد لبلد. عارفين انتوا زمان الحمالين؟ فهو في يوم من الأيام حمل الحمل على الجمل، بس الراجل ده كان عنده إيه؟ عنده طموح وأمل. فمشى مع الناس البلد، أقبل عليهم الليل فقعد، قالوا نريح الدماغ ونقعد إيه نتكلم شوية. فقعدوا يتكلموا. فالحاكم المنصور قال: إنني آمن بالله أن أكون رئيسا وحاكما. راجل شغال يا جماعة حماد ليه رئيس؟ ودول في يوم من الأيام ممكن يبقى حاكم، بس كان عنده إيه بقى؟ كان عنده أمل، وفعلا حقق الله له رجاءه. ولكن هو عمال يتكلم مع الاثنين اللي قاعدين جنبه لسه يوم بيوم، ما عندهمش امل في حاجه الا في العشره اللي بيجيبوه. يقول الحمد لله ما عندوش طموح ان يجدد نفسه، ما عندوش طموح النهارده عنده جنه، بكره يبقى عنده عربيه، بكره يبقى عنده ارض، بكره يبقى عنده عقارات. لازم المؤمن يبقى عنده طموح في الدنيا. فهو قال لهم ان في يوم من الايام هبقى حاكم، ولو بقيت حاكم انتوا تتمنوا يا انفذ لكم ايه؟ ففي واحد من القاعدين اتريق عليه، قال له: انت لما تبقى حاكم، قال له في المشي، بس لو بقيت حاكم عايزك تعمل لي حاجه. قال له: تعمل لي ايه؟ قال له: تركب لي حمار وتخلي العيال بتوع البلد ايه؟ يزفوني ويقولوا المجنون اهو. يبقى قابلني لو بقيت حاكم. انت اشكال دي تبقى حكام؟ خلاص. قال له: لا يا سهل. وبص للتاني قال: طب انت تتمنى ايه؟
قال له يا اخي والله شايف فيك النجوم كده وحاسس ان انت في يوم من الايام هتحاكم. بالله عليك لو ربنا جعلك حاكم ورئيس عايزك تديني بيت حلو وتجوزني بنت حلوه وتخلي عندي ثروه حلوه. قال له لا تسلم. مرت الايام السريعه واصبح الحاكم المنصور واليا على الناس، حاكم البلاد الاسلاميه. وده بندور على الاثنين دول فعلا. تفاءلوا بالخير يا جماعه. لحد ما الانكار قال لهم تعالوا انا تمنيت على الله فحقق الله لي الامانه والحمد لله بقيت حاكم الناس بحكم الدنيا كلها. انت بقى تمنيت ان انا اركبك على حمار وخلي الناس تجرسك في الدنيا ويقولوا المجنون. وفعلا جاب حمار وامر وخلصوا وركبوا ولفقوا في البلد بحال ايه؟ المجنون ايه؟ لان ما كانش عنده فهم. ناس كتير جدا ساعات استخدموا الجنون يقول لك احنا ربنا لا حاجه ده المدعوس سيداته مدعوس الدنيا مدعوس ايه؟ مين اللي قال كده؟ سيبك من نظره التشاؤم ده، خلي عندك امل وطموح. كل شاب دلوقتي بيدرس في الجامعه او بيدرس في الثانويه انا هطلع ايه يعني؟ هطلع ايه؟ خلي عندك امل انك تطلع ايه؟ تطلع انسان نافع تنفع المسلمين وتنفع نفسك حتى تدخل الجنه. هو احنا هنطلع مدرسين ولا نطلع الدكاتره مش لاقيين والمهندسين مش لاقيين؟ مين اللي قال لك مش لاقيين؟ لكل مجتهد يا جماعه. بس اجتهد انت بس، شوف ربنا سبحانه وتعالى هيديك ايه. خلي عندك امل وطموح. بص للناس اللي صبروا الصبر والناس اللي ضلوا الامر. الناس اللي كانوا ايه وبقوا ايه؟ عندهم ايه يا جماعه؟ امل. وانا عايزك انت كراجل واب تزرع فكرك يا جماعه. الامل طول النهار اصل الفاشل والانتفاش. هو انت هتنفع؟ هو مين اللي كلفك كده عشان تنفع انت يا فاشل؟ اقعد ما تروحش مدرسه، اقعد ما تروحش درس، ما انت هتبقى فاشل. انت احمد هتروح ورشه. ليه بتقطع الامل على ابنك ليه؟ نادي على ابنك وقول له انت دكتور ومهندس، انا عايزك تبقى دكتور، عايزك تبقى مهندس، نادي عليه وخلي الامل بتوع فيه. انما احنا مشكلتنا فشلنا وعايزين ننقل الفشل لمين يا جماعه؟ لابنائنا. ادرس اهو 99 مره ما يقس. مش انت من اول مره عملت مشروع فشل خلاص يا عم الدنيا القفله في وشك يا عم. هو اللي جاي انا معروف انا نحس من يوم ربنا ما خلقنا لحد ما كنا نحس. مين اللي قال؟ قالوا انا تطيرنا بكم قالوا طائركم ايه؟ نعم لئن ذكرتم بل انتم قوم. مفيش حاجه اسمها نحس، في حاجه اسمها خير. وخيره الامل مدفوعه على راس الناس اللي عايشين وهم ما عندهمش امل في الحياه. شوف الراجل قال له تعال كان عندك امل ان انت تنزل هزمتك. وفعلا ارتبط المرء الى قول في البلد المجنون اهو. لان اي واحد يقطع الامل يبقى يا جماعه يبقى مجنون. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم ايه؟ والكفر هنا مش خروج من البلد، الكفر بنعمه مين يا جماعه؟ بنعمه ربنا. ربنا مديك معطيات كتير، مديك عينين ومديك ودنين ومديك لسان ومديك ايدين ورجلين. الناس اللي بقى الدكاتره والمهندسين هي اللي معاك. الحاجات اللي عملوا بها الهندسه والطب وقدموا هي اللي معاك. بس كل ما فيها ان هو كان عنده يا جماعه تصميم وامل وانت ما عندكش. وبص للراجل الثاني قال له انت تمنيت ايه؟ قال له انا عرفت ان انت هتبقى ولد الحاكم فتمنيت ان انت تديني نار. قال له اتضرب وجوزه احسن واحده في البلد واعطاه ثروه لان كان عنده يا جماعه ثقه في الانسان اللي حواليه. ازرعوا الثقه في الناس، ازرعوا الثقه في بلدكم. مفيش حد يقول احنا مش هننتصر، احنا هننتصر وربنا هينصرنا على اليهود. خلي عندك ثقه يا اخي، خلي عندك امل في مصر. مين يا جماعه؟ في مصر لا. خلي عندك امل ان بلدك مصر دي لن تضام ابدا. خلي عندك ثقه وامل في قياده يا جماعه قياده بلدك. ما تفقدش الثقه. ناس كتير يقول لك يا عم ده احنا خلاص اليهود هيخشوا علينا وهيذبحوا. مين قال؟ انت بالامل هتنتصر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده علم يا جماعه، علم امه الاسلام بسبب النبي. لان كان عنده يا جماعه كان عنده امل. لما اهل ضربوه وخربوه بره البلد جمال الجبال قالوا مرني اسويه.
حطت عليهم الاخشبين يا محمد مش هخلي فيهم حد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا. سيدنا النبي قال ايه؟ دعهم الملك الجبال سبوا ليه؟ عل الله يخرج من اصلابهم من اله من يشهد ان لا اله الا الله لحرم المسجد الاقصى يخرج من اصلابهم. اذا كانش في امل فينا احنا هيبقى في امل فينا يا جماعه في الدين، بس رب الدين ابتدي رب من دلوقتي، رب ابنك على عقيده الجهاد، رب ابنك على عقيده الصبر، رب ابنك على عقيده قيام الليل، رب ابنك على عقيده الاسباب، رب ابنك على حب القران. انما احنا بنربي اولادنا على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على الماتش والكوره. بنربيهم ان هم يحبوا ميسي اليهود، بنربيهم ونعرف ميسي. السعوديه اشترته بكام ودفعت فيه قد ايه؟ وانضم وجاب ميسي الذي لا يدين الا بالكفر. تعرف سيدنا عمرو بن الجموح اللي انا حكيتها بس، تعرف قصته ايه؟ تعرف كيف اسلم؟ تعرف حاجه عن عمرو بن الجموح؟ يبقى اذا احنا فتوها تايهين، عمالين نسمع شعبولة ونسمع زعبولة ونسمع الحاجات اللي ما ترضيش ربنا في افراحنا وتناسينا اننا امه الاسلام، هذه الامه التي لا ينقطع الامل منها ابدا الى قيام الساعه. لذلك تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله. ارجعوا لكتاب السنه اسمعوا فعلا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اطلت عليكم ولكن حديث الروح للارواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. اسال الله العلي القدير الا يقطع منا الامل ابدا. اللهم لا تقطع من قلوبنا الامل. اللهم اننا نحسن الظن بك يا رب العالمين، نحسن الظن بك ان تنصرنا على اليهود، نحسن الظن بك ان تحرر لنا المسجد الاقصى، نحسن الظن بك ان تقبل اخواننا الشهداء في غزه وان تدخلهم في جنان الخلد، انهم عندك يتمتعون ويأكلون ويشربون. اللهم اننا نحسن الظن بك ان تردنا الى دينك. اللهم ردنا الى دينك ربا جميلا. اللهم اجعلني واجعلكم من مقيم الصلاه في الدنيا والاخره. اللهم اجعل ابناءنا من مقيم الصلاه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تحبب الينا الايمان زينه في قلوبنا. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حببنا في بعضنا، الف بين قلوبنا، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا الهمنا اجتنابه. اللهم ارضنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تحوجنا لاحد الا لوجهك الكريم. اللهم يا من لا تضيع عنده ودائع استودعناك اهل غزه، فاحفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك، وادخلهم في ضمانك وامانك يا رب العالمين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم عطشى فروهم، اللهم انهم كفاة فاحملهم، اللهم اجبر كثيرهم واشف مريضهم وتقبل شهداءهم في اعلى الجنان. اللهم ارنا يوما اسودا في اليهود كيوم عاد وثمود. اللهم كما قتلت اصحاب الفيل فاقتل اليهود. اللهم انزل على اليهود حجاره من سجين، اللهم ارمهم بحجاره من سجين حتى تجعلهم ومن وراءهم كعصف مأكول. اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه صالح البلاد والعباد. اللهم احفظ مصرنا من كل شر وسوء. اللهم احفظ قيادتها واحفظ جيشها واحفظ امنها واستقرارها. اللهم لا تخرجنا من بيتك الا بذنب مغفور وعمل ماجور وتجاره لن تبور